محمد فوزي موسيقار كبير، ملحن ومطرب في نفس الوقت، وكمان ممثل وكمان منتج. كل ده محمد فوزي. لكن ليه محمد فوزي ملوش علاقه بعبد الحليم في التلحين؟ يعني دايما يقولوا فريد الأطرش ما لحنش لعبد الحليم، لكن محدش ذكر خالص ان محمد فوزي كان ما لحنش لعبد الحليم ابدا. ايه السبب اللي يخلي محمد فوزي وعبد الحليم ما يتلاقوش ابدا في اي لحن؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، وهنعرف كمان نبذه بسيطه عن حياه محمد فوزي وقد ايه عانى وقد ايه شاف حاجات كتيره في حياته علشان يبقى الموسيقار الكبير محمد فوزي. تابعوا معايا الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان توصل لكل الناس. محمد فوزي موسيقار كبير جدا، بيلحن وبيغني وبيمثل وبينتج وكمان كتب قصص. كل ده محمد فوزي. لكن حاسه ان محمد فوزي الى حد ما حقه مهضوم شويه في ايه؟ في الاهتمام بيه، في الشهره، الحاجات دي كلها. ودايما طلع عليه اشاعات ان هو كان مضطهد من مين؟ مضطهد من الرئاسه. هل الكلام ده صحيح ولا هي اشاعات فبتتنقل من حد لحد ما بتكبر وبتتصدق؟ كل ده هقوله لكم برضو معايا في الفيديو. محمد فوزي هو اخو الفنانه هدى سلطان. هدى سلطان مطربه برضو كبيره وكانت متزوجه من فريد شوقي. لكن محمد فوزي اصلا يعني فلاح من طنطا، ما كانش برضو حابب ان اخته تغني، برغم من ان هو والده اعترض على ان هو كمان يغني. لكن هو الاسره اللي نشأ فيها محمد فوزي اسره كبيره، كان ترتيبه ال 21 فيها. تخيلوا يبقى عندك 25 اخ واخت وترتيبك فيهم ال 21، لان والده متزوج من 3 سيدات. فمحمد فوزي اللي هو ترتيبه رقم 21 في اخواته هو من مواليد 1918، وكان والده عمده كبير في طنطا، قريه كفر ابو جندي في محافظه الغربيه. محمد فوزي علشان يبقى محمد فوزي مر بمراحل صعبه كتيره قوي، اهمها ان هو انه سافر غصبا عن ابوه، وابوه كان ابدا مش موافق ان هو يسافر، ابوه كان مش موافق ان هو ابدا يبقى مطرب او مغني، وسافر من ورا ابوه. كانت امه هي اللي بتساعده وتبعت له حوالات علشان يقدر يكمل بيها حياته. وطبعا علشان يخش في مجال الغنى ده موال صعب كتير اتعرض ليه محمد فوزي. بدأها بفرقه بديع مصابني اللي كان دايما كل الناس اللي عايزه تشتهر تلجأ للفرقه دي، لانها كانت فرقه في الوقت ده مشهوره. فلجأ ليها محمد فوزي، وكان وقتها في تحيه كاريوكا، وكان اسماعيل ياسين، وكان فريد الأطرش. كل دول كانوا موجودين وقت ما محمد فوزي التحق بفرقه بديع مصابني. بعد كده انتقل لفرقه تانية اسمها فرقه فاطمه رشدي، وبعد كده دخل بقى الفرقه القوميه لحد ما بدأ يتعرف محمد فوزي. وسنه 1943 اتجوز بقى محمد فوزي وخلف سمير ونبيل ومنير. لكن هو بعد كده حب مديحه يسري، وحب يتجوز مديحه يسري، وطلب من مراته انها تبقى عارفه، يعني ما مش من وراها، بس هي طلبت الطلاق وقالت له ابدا انا ما ينفعش ان انا اقعد مع دور. واتجوز مديحه يسري وخلف منها بنت وماتت، وبعد كده خلف ابنه الوحيد منها عمرو، الوحيد من مديحه يسري. وكان ابنه ده بطل مصر في الكاراتيه، وتوفى سنه 1984 في حادث سياره أليم. وكان الحادث ده أثر كتير على الفنانة مديحة يسري، لأنه كان محمد فوزي مات، يعني ما حضرش وفاة ابنه وكان ميت. وعاش بقى في سعادة مع مديحة يسري لمدة 8 سنين. ولكن برضو دخلت مشاكل بينهم أدت إلى طلب مديحة يسري إنها تطلق منه. في ناس بتقول بقى خيانة، في ناس بقى بتقول مشاكل هم ما بدوش يقولوا عنها، لكن اللي اتسرب برضو من ضمن الإشاعات اللي بقول لكم بتكبر وبتتصدق إنه خانها. فطلبت منه الطلاق، ولكن اصبحوا اصدقاء لانه بدا يطور في نفسه، مش عاوز يبقى مطرب بس، عايز يبقى كمان منتج. كان بيشوف ان كل المطربين بيلجأوا للدول الاوروبيه علشان يسجلوا الاسطوانات هناك. مصر كلها ما فيهاش اي مجال لتسجيل اسطوانات، ما فيش اي معامل بتسجل اسطوانات، لازم يسافروا بره. فكر هو انه يعمل هو وينتج الاسطوانات ويسجل هو في استديوهات الاسطوانات دي، وهتبقى طبعا دخلها حلو لمصر، لان اي عائد بيبقى ليه دخل طبعا. عمل بقى محمد فوزي شركه الاسطوانات دي بتاعته لطباعه الاغاني بتاعه المطربين. تعاقدوا معاه كل المطربين الكبار علشان يسجلوا الاسطوانات بتاعتهم عند محمد فوزي، اللي حط في شركه مصرفون كل امواله، رهن فيلته، وكمان باع نصيبه في الارض بتاعت باباه، لان باباه كان توفى طبعا، فراح باع نصيبه هناك وحط كل ما يملك، وكانت معاه شركته مديحه يسري في المشروع ده. لكن عبد الحليم بقى هنا كان موجود وبيغني. رأي محمد فوزي لما سألوه انت عبد الحليم نجح وانت كنت برضو مطرب ناجح وقتها، يعني ازاي عبد الحليم قدر ينجح ويبقى معلش يعني عايزين نقول يعني انجح منك؟ فهو قال
انا كنت مشغول جدا وقت ما عبد الحليم طلع وبدا نجمه يكبر، كان مشغول فعلا بشركه الاسطوانات دي وكان همه انه ينجحها. فالوقت ده كله كان هو بقى متكاسل، ما بيعملش حاجه، ما بيعملش افلام ولا بيغني ولا اي حاجه، كان همه كله في شركه الاسطوانات انها تنجح. وطلب بقى من عبد الحليم انه يطبع له هو كمان في الشركه بتاعته الاغاني بتاعته. فعبد الحليم قال لمحمد عبد الوهاب انه محمد فوزي طلب ان هو يطبع له اغانيه على الاسطوانات هنا بدل بره يعني. فعبد الحليم وعبد الوهاب فكروا طب ليه احنا كمان ما يكونش عندنا شركه اسطوانات، وفعلا خدوا الفكره من محمد فوزي وعملوا هم كمان شركه صوت الفن. ولكن يقال ان شركه صوت الفن اتعملت في قبرص مش في مصر، لان مصر كان وقتها بتفرض ضرائب كتيره جدا على الشركات. يعني الشركه لازم تدفع الضرائب بتاعتها كلها، لو الشركه ما دفعتش الضرائب بتاعتها كويس بتتراكم عليها وفي الاخر بيبقى مبلغ كبير. كانت شركته مديحه يسري زي ما قلت في الشركه دي بتاعت الاسطوانات، لكن هو كان اتجوز للمره الثالثه الفنانه كريمان، وكانت هي ممثله معروفه. الفنانه كريمان هو طبعا بصفه ان هو رجل شرقي طلب منها انها تسيب الفن والا مش هيتجوزها، وهي فعلا اختارت محمد فوزي لانها كانت بتحبه جدا، وهي فضلت الزوجه الاخيره معاه لحد ما توفى. فلما صدر بقى قرار التأميم سنه 61 كانت الشركات الاجنبيه اللي بتؤمم، هيجي واحد يقول طب محمد فوزي شركته مش اجنبيه، ولكن محمد فوزي لما كبر شركته قوي وبدا ان هو يكبر من طباعه اسطوانات لعمل اسطوانات كان متعاقد مع شركه اجنبيه للاسف. فلما اتأممت الشركه تقريبا نص الشركه اتأمم، لانه الاجنبي ده كان واخد تقريبا نص الشركه، فاتأممت شركه محمد فوزي علشان فيها قسم اجنبي. وكمان بيقولوا ان هو كان مضطهد من الرئيس. طيب هنسمع مع بعض محمد فوزي بيقول ايه عن الرئيس. أنا قبل ما أتكلم عاوز أشكر بحرارة السيد الرئيس جمال عبد الناصر، والسيد زكريا محي الدين رئيس الوزارة، والسيد الدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزارة، والسيد شعراوي جمعة وزير الدولة اللي كان معايا بقلبه وإحساسه أثناء مرضي، واللي أشكره من كل قلبي. كمان مش هنسى أبدا إخواننا في إنجلترا، السيد فوزي محبوب القنصل العام على خدماته وعلى إني حسيت وكل بعد ما سمعنا كلام محمد فوزي ممكن حد يقول ان هو مجبر انه يقول كده. ما اعتقدش ان هو ممكن يكون مجبر انه يقول كده، لان هو كان تعبان وبيتعالج بره. الحديث ده معاه وهو بيتعالج بره، لانه محمد فوزي تعب جدا بعد ما اتأممت الشركه بتاعته وجاله زي حاله اكتئاب. كل واحد في البلد بيحس بشعوري وبيدعي لي ان ربنا يخففني، وده يمكن هو السبب الكبير اللي خلاني اخف وارجع لمصر، مصر الحبيبة، مصر بلدي اللي ارضها وزرعها وترابها اغلى من اي حاجة في الدنيا. اليوم ده لقى موظف قاعد على مكانه اللي هو المدير، هو طبعا مدير الشركه وصاحبها، لقى واحد قاعد مكانه بيقول له حضرتك اصبحت مدير بس كده يعني بالاسم، ليك مرتب هتاخده. يعني هم كمان اللي بيقرروا المرتب مش هو. طبعا اكتئب واتضايق واصبح مكانه اللي هو بنيه ومؤسسه طوبه طوبه مش بتاعه. فطبعا دي حاجه حصلته وجابت له اكتئاب شديد. وبعد كده لما تعب قوي وتعالج ساعت ام كلثوم ان هي تعمل له العلاج على نفقه الدوله، لانه تعبان ومصر صدرت امواله ومش هينفع ان هو يتعالج الا على نفقه الدوله. وفعلا جه قرار، راحت ام كلثوم مكتب الرئيس بنفسها علشان تشوف قرار الرئاسه ان هو يوافقوا على ان هو يتعالج بره. فلما وصلت لمكتب الرئيس ما رضوش يدخلوها للرئيس وقالوا الرئيس مشغول اول ما عرفوا ان محمد فوزي هي جايه علشانه. ده برضو على حسب روايتهم، ولكن هي اصرت انها تقابله، ولكن قعدت تعمل صوت عالي جدا لحد ما الرئيس سمع فخرج لقاها، راحت قالت له يا ريس انا جايه علشان انا عايزه اعالج محمد فوزي على نفقه الدوله، وفورا وافق الرئيس. هنا بيتقال حاجه انا مش عارفه، الرئيس يعني هيبقى ليه علاقه بالفنانين ان هو يضطهدهم؟ طب هيضطهدهم ليه؟ يعني هو هيضطهدهم ليه؟ محمد فوزي كان راجل عامل حاجه كويسه لمصر، كونه اتأممت شركته كان المفروض ان هو اعتقد يعني في اعتقادي ان اللي حوالين الرئيس هم اللي بيعملوا الحاجات دي. هل طب الرئيس مش عارف؟ لا اكيد طبعا لازم يكون عارف، بس المفروض ان الفنان بيعمل التماس للرئيس بنفسه ويقابله ويقول له زي ما ام كلثوم عملت كده.
لان ساعات الرئيس طبعا بيسيب الحاجات اللي هي البسيطه بتاعت الفن والفنانين لناس تانية ما عندهاش اصلا اي ضمير، زي ما اضطهدوا كده اسماعيل ياسين. ولما عرف الرئيس رجع لاسماعيل ياسين عربيته ورجع له جزء من امواله، جزء، لكن ما خدش منه كل حاجه. المفروض ان انت دلوقتي تسيب له حاجه يعيش بيها حياه كريمه، فما ينفعش ان احنا ناخد كل امواله ويعيش ازاي. طيب فهو بقى محمد فوزي حصلت له المشكله دي وقعد 4 سنين تعبان جدا، محدش عارف ايه سبب المرض اللي عنده، عايش على المسكنات بس، لحد ما جه بقى القرار ده وسافر على رفقة الدولة واكتشفوا انه عنده سرطان للاسف في العظم، هو اللي مخليه حتى وزنه نزل قوي وخس خالص، ما بقاش هو ابو صاحب ضحكه حلوه كده هو، وليه كده كاريزما حلوه بصراحه، دمه خفيف، دايما انسان منطلق كده مشرق، حابب الحياه ومحبوب، وعمل اغاني الاطفال الشهيره ماما زمانها جايه وذهب الليل وطلع الفجر، كل دي اغاني هو عملها جميله جدا، كل يعني بصوا عايشه، هي عايشه لحد دلوقتي. فهو يستحق مننا ان احنا نتكلم عنه، يستحق مننا ان احنا ننوه ان هو كان موسيقار كبير وكان كمان مطرب حلو صوته جميل. يمكن شركه الاسطوانات دي خدت من وقته، هو عمل حتى افلام قليله يعني برضو حوالي 34 او 35 فيلم، بس ده قالوا ان هو في سنه واحده، يعني في سنه واحده عمل افلام كتير قوي وبعد كده توقف عن الافلام علشان برضو انشغل بالشركه اللي هو بينتجها. ولما لقى نفسه خلاص بقى الشركه خدوها منه، تنازل عنها للشركه العامه لصوت القاهره بمبلغ 6000 جنيه، والمبلغ ده كمان ما خدوش لانه قالوا له انت ليك الفلوس دي عشان تدفع بقيه مديونيتك للدوله. مات محمد فوزي سنه 1966 وعمره برضه 48 سنه، يعني زي عبد الحليم مات سنه صغير، ولكن له برضه ساب لنا بصراحه اغاني حلوه جدا وخفه ظل جميله وافلامه حلوه جدا محمد فوزي. لكن برضه سبحان الله يعني الكاريزما والحب والحاجات دي كلها من عند ربنا، هو محبوب وكل حاجه، ولكن مش عارفه ليه حاساه مش واخد حظه في الشهره، حظه في المحبين، حظه في حاجات كتيره رغم سنه برضه صغير ومشواره الفني الكبير. محمد فوزي موسيقار كبير ومحبوب، ربنا يرحم محمد فوزي ويرحم عبد الحليم ويرحم ابواتنا جميعا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، في نبذه مختصره كده قدرنا ان احنا ننوه بيها عن الفنان الجميل محمد فوزي. اتمنى تكونوا عملتوا بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من قناه اعز الناس.